السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بالف خير ومرحبا بكم في قناه كريمه متنوعه. كما كتشوفوا درت شويه السيمه وخلطتها بشويه الماء وخليتها يابسه كما كتشوفوا، وبديت نورك على الشريط ديالي، كنحيد الزوائد باش من بعد ان شاء الله غادي نطلعو السطح وغادي يكرم ليا. وفاش غيكرم غادي نحطو ان شاء الله على القلع ديالي. القلع خصو يكون قبل ما ديروا الصباغه، يعني تحطوا شي حاجه قديمه بحال انا حطيت قلع يعني قديم، ولا تحطوا كرتونه ولا اللي كاين شي حاجه اللي قديمه اللي غادي تصبغ فيها ولا غادي اللي ما تخسرش لكم، عفوا الطابله ديالكم. كما كتشوفوا كنصبغوا باللون الذهبي ولا اللون الفضي. بحال انا دابا صبغت باللون الفضي، وانتم لكم الاختيار، وكنخليوه شي 24 ساعه كينشف صافي. وكندوزو للمرحله الاخرى اللي كناخدو مرايه في القطر ديالها 30 سنتيم، ولا القياس اللي بغيتو تكون المرايه كبيره ولا صغيره اللي بغيتو. يعني غنديرو حنايا، نسيت ما قلت لكم، غنديرو صحن ديال الكيك نقدموا فيها الكيك. كنشدو هاد الكاس هذا وكنحيد ليه غلاقه وكنخدم بيه، كنحطو في الوسط وكنلصقو كيما هكا كيما كتشوفوا. كناخدو البيستولي وكنبداو نلصقو وكنوركو بصباعنا كيما هكا حتى يلصق لينا مزيان. ينفع نحطو الكولا ديالنا نحطو الشريط ديالنا ونوركو عليه باش ما يبرش ويخلينا ما يلصقش لينا الشريط. الا برد ما غاديش يلصق وصافي كنزربو عليه بحال هكا. يلا كنديرو الكولا البيستول ديالنا صافي كنوركو عليه مزيان باش كيلصق. ونتمنى البنات اللي اول مره يشوف الفيديو ديالي اللي عجبكم المحتوى كنتمنى ديروا لي لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ومرحبا بكم سواء جداد ولا القدام، مرحبا بكم كاملين في القناه ديالي المتواضعه. وكما كتشوفوا كندوزو للمرحله الاخرى اللي كنثبتوا فيها يعني الحجر ديالنا اللي كيعطي هكا لمعان مع الاضاءه. كنثبتوه بالبيستولي وكناخدو الحجر ديالنا وكنثبتوه مزيان باش يلصق لينا. كنخليو كل الفرق بين حجيره وحجيره كنخليو تقريبا 5 سنتيم حتى نكملو الدوره كامله. وندوزو للمرحله الاخرى اللي هي العقيق. انا اختاريت ندير البيض
وانتم اللي بغيتو اللون اللي بغيتو ديرو. انا غنثبتهم ان شاء الله بالبيستولي. وكنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك. ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام، مرحبا بكم كاملين. ونخليكم مع الفيديو.